استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اصبحنا واصبح الملك لله. يعني الجرجيري في برنامج اللعيب بيقول احنا هنشتري قفشه عشان نحتفل بالقاضي، والتاني قلنا عاقل ولعيب كبير عبد الحميد يقول لك اصل المعلق هو السبب في ان احنا اتغلبنا من الاهلي في السوبر. فانا عندي اقتراح بقى النهارده بالمره، بمناسبه البطولات الحلال والحرام. فعندي اقتراح ان احنا قبل ما نتورط ونخش في حرمانية، ونحتفل بفوز الاهلي النهارده 4-1 على شبيبة القبائل الجزائري. فانا عندي اقتراح، ويا ريت بقى ايه يعني اداره النادي الاهلي هي اللي تنفذ الاقتراح بعد كده، لان مش كل واحد بيرفع سماعه التليفون ويعمل زي ما هعمل دلوقتي. فانا دلوقتي هكلم دار الافتاء المصري. الو، دار الافتاء المصريه. والله انا عندي فتوى لو سمحت. حضرتك الشيخ؟ اهلا يا مولانا، اهلا بيك. ربنا يبارك في عمرك يا سيدي. والله احنا عندنا مشكله يا شيخ. يعني احنا عايزين حضرتك شفت ماتش الاهلي النهارده وشبيبة القبائل؟ ايوه. الله ينور عليك. انت اهلاوي بقى ولا زملكاوي يا مولانا؟ اسماعيلاوي. طيب الحمد لله انك محايد. انا ممكن اسالك سؤال يا شيخ؟ هو فوز الاهلي النهارده حلال ولا حرام شرعا؟ الله. الراجل قفل السكه في وشي. قال لي انت عبيط ولا ايه؟ دي شهاده بقى اعتز بيها، ان مش انا اللي بسال على حلال وحرام. اللي بيسالوا على حلال وحرام دول الناس العبط. يعني في افريقيا، وتيجي تقول لي بقى حلال وحرام؟ يعني ايه جون نص حلال ونص حرام؟ يا اخي حرام عليك بقى، احنا مش ناقصين. يعني ايه ناس معوقين ذهنيا؟ يعني ايه اللي دخل كرة القدم في حلال وحرام؟ الراجل قفل السكة في وشي قدامك اهو. فانا بقترح بقى ان ايه ادارة النادي الاهلي تتصل كل مرة بدار الافتاء، كل ما الاهلي يكسب ماتش، او في الدوري المحلي او في العالمي، الدولي يعني، او الافريقي او الاسيوي حتى، او في دوري المظالم او دوري المظلات، او دورة رمضانية، يرفع السماعة على دار الإفتاء ويقول له لو سمحت يا مولانا، الفوز ده حلال ولا حرام؟ فيقول له يلا يا ده عبيط، زي ما قال لي بالظبط. فهو طبعا ما بيقوليش انا، بقول للناس اللي بتسأل وبتتكلم في كلام العبيط ده، اللي بيقولوا حلال وحرام. حلال وحرام ده يا حبيبي في اكل عيشك، في فلوسك اللي انت بتكسبها، في اللي انت بتعمله، انك بتتعامل بالربا، بتزني، بتقتل، بتعق الوالدين. اللي ده عقوق والدين والله. يعني ده نوع من انواع عقوق الوالدين، ان انت تقول مباراة حلال وحرام. يعني انت هتجيب شلل لابوك وامك والله. يعني دي يعني شوية. والله العظيم ثلاثة يعني. احنا قاعدين، الله الوكيل، رأي الشراوي، الله الوكيل احنا بنتعامل مع عنبر العقلاء. يعني حرام عليك والله. يعني كبيركم الذي علمكم السحر. يعني جه راجل مسؤول يقول لك انا اصل سوق التعليم و... وسوق طنطا وسوق الجمعه هم اللي انتجوا الاهلاويه، واحنا ناس بقى يعني مرموقين وكده. يا اخي تنيل، تنيل على عينك. ده انت بقيت مدير مستشفى اللي فيها عنبر العقلاء. استقيموا ويرحمكم الله.